الفنان محمد لطفي، مبروك أهلا وسهلا. التكريم. ميرسي وشكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا الحفل على المجهود الكبير اللي هم عملوه، أستاذ محمد علال. وشكرا لوزارة الثقافة في دولة الجزائر الشقيقة، وشكرا لمعالي الوزيرة مليكة بن دودة على يعني تكريمها وتكريم المهرجان ليا، وعلى دعوتي لحضور مهرجان عنابة في وسط شعب جميل وطيب وكريم. واحنا دايما على حالة تواصل بينا. فانا مبسوط بيها ويعني وفرحان جدا بالاستقبال الكبير ده. يعني لازم بقى ادرس بقى لغة عربية فصحى عشان اقدر اعبر فعلا عن مشاعري دلوقتي حالا. الجوائز ماذا تعني وشنو تضيف لمسيرة الفنان محمد لطفي؟ هي يعني بتبقى يعني حاجة بتدي يعني طاقة أكتر، الواحد ياخد باله يعمل مجهود أكتر، يعني حافز دافع كويس للتقدم دايما. أنا هم لفت نظرهم قوي في المهرجان، في إدارة المهرجان، دوري في فيلم كباريه وشخصية فرعون اللي أنا عملتها. وكان اللي عمل شرخ في صوته الوحيد في العالم كله هو مارلون براندو في جاد فازر 1. أول مزيكا، أول قطعة موسيقية لعبتها الفرقة كان جاد فازر بمارلون براندو. فانا تحديت ال ال الحاجات الطبيعيه كلها وعملت صوتي. هو كان عامل عمليه في زوره ومركب حاجه هنا، فكانت عامله النتيجه دي. انا شرخت صوتي طبيعي، وقعدت اعمل تمارين صوت واروض وافضل اوصل للنوته دي واحافظ عليها واخد مضادات حيويه واستنى تصوير يومين وثلاثه. فعملت فيه مجهود جبار. عارفه بقى ايه شراسه الملاكمين او تحدي الملاكمين، ان انا عايز اعمل حاجه تبقى لي في التاريخ. ففعلا عملته وربنا وفقني ونجحت فيه وحماني، بفضل طبعا دعاء والدي، وبفضل ان انا كنت بقرا قران كل يوم وانا بعمل تمارين الصوت، فربنا حفظ لي صوتي. بس هو كان خطر جدا والدكاتره حذروني منه. وخدت فيه جوائز كتيره جدا وتكريمات كتيره، وان شاء الله عندي استعداد برضو لحاجات كتيره جايه احلى باذن الله.